أبو أحمد من مصراتة يسأل عن اختلاف المذاهب في حلق اللحية. الحقيقة السلف الصالح أصحاب المذاهب الفقهية اختلفوا في كثير من المسائل كالأئمة كمالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، لكن لم تختلف قلوبهم. القلوب كانت صافية، يعرفون حقيقة الخلاف وأنه لا يجوز أن ينتقل الخلاف من مسألة فقهية إلى تحزبات وإلى صراعات وإلى إحن وعداوات. الصورة الآن معكوسة، يعني وكأن الإنسان على فرصة، على أسهل فرصة. يقول اختلاف المذاهب في حلق اللحية، هو يقول اللي مش داير لحية كأن لم يكن شيئا، كأن قريب يقول كأنه مش مسلم، ما دام مش داير لحية معناها إنسان مش كويس. في المقابل يقول في المقابل هناك من داير لحية وكبيرة ولكن معالم الإسلام ما عنده منهن شيء إلا المظهر بس. والحقيقة الطرفين هذول موجودين، يعني هناك من لا لحية له ولا عمل صالح، الاثنين، لا دار لحية ولا ريح الناس من شره، وفيه اللي دار لحية وأيضا ما يريحش الناس من شره. الصورة موجودة في كل مكان يا أخواني، ما نعلقش الأمور في اللحية. ما من إنسان بلحيته وهو من أصلح الناس، تجدونهم كثرة بلحيته ورجل صالح، وما من الإنسان اللي حليق ورجل صالح. حلق لحيته ماشي على أساس أنه هو يجوز، واختار من كلام الفقهاء الجواز أو الكراهة، وحلق لحيته، ولكن لما جي في جانب الأخلاق والآداب والمعاملات تلقاه من زين الناس. فلماذا التنابش والتناوش من بعيد كما يقال؟ ليش أنت ما دام داير لحية معناها نحملك على السوء، ما دامك محلق نحملك على السوء؟ هذا ما يصحش، هذا لا يصح، هذا لا يجوز. حلق اللحية اختلف فيه الفقهاء صح، لكن رأوا أكثر العلماء على أن حلقها حرام. نعم الشافعية، وأنت ذكرت تقول أنا مثلا شافعي، الشافعية يقولوا بأن حلقها مكروه. باهي خذيت بمذهب الشافعية وتبي وجه الله، بارك الله فيك، لا يجوز للطرف الآخر أن يعنفك أو أن ينظر إليك نظرة ازدراء، لأن هذا من المحرمات، هذا من نظر الإنسان إلى نفسه، يرى نفسه في مكان عل لأنه على نوع من أنواع السنن، والبقية كأنهم لا شيء. هذا من الفخر والكبر والخيل المحرم. هذه الطاعة التي صنعها أورثته كبرا فوقع في الحرام. فيا إخواني حلق اللحية راه صح زي ما هو ذكر الشافعية يقول بكراهتها، وعندنا القاضي عياض من المذهب يقول بكراهة حلقها، والجمهور على تحريم حلقها. وهذا لا يعني إذا اختلف الفقهاء أن تحاربوا ونتعاركوا، هذا هو اللي حرام، هذا هو الحرام، الله أعلم.